بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض براونيز زي ما انتم شايفين كده بالشوكولاته والمكسرات. دايت يعني وجبه، حاجه خفيفه كده، حاجه حلوه ممكن تاكليها وجبه لو نفسك في حاجه مسكره بجد بصوص شوكولاته حلو قوي. طبعا مش هتصدقي ان الوصفه التحفه دي لا فيها دقيق ولا فيها سكر ولا فيها زيت ولا فيها سمنه خالص. مكونين 2 اساسيين، هتعملي احلى حلويات وفي 4 دقايق بس. يعني هسويها في 4 دقايق وهحضرها في 4 دقايق بالظبط. بصي من جوه البراونيز بتاعنا هش ازاي وجميل جدا بجد وطعمه خطير كأنه جاتوه وهو مفيهوش دقيق خالص. بجد هيعجبك قوي. لو انتوا عايزين تقللوا السعرات الحرارية بتاعتكم يلا بينا نعمل الوصفة التحفة دي. مكوناتها سهلة قوي وعايزة مكونين 2 اساسيين. اول حاجة عايزينها مع بعض، هنحضر الكبة وهجيب موزتين وده اساسي في الوصفة، وبيضتين بس كده. فانيليا بقى، كل اللي جاي ده اضافات طبعا. فانيليا ومعلقتين كاكاو خام، كل ده دايت، ومعلقه صغيره عسل ابيض ومعلقه بيكنج باودر. هي دي المكونات اللي انا عايزاها. ضربتها جامد في الكبه وبخلي فيها زي قطع موز كده باينه فيها حتت صغيره، يعني باينه فيها الموز عشان يبان طعم الموز بس. خلاص كده. حط بقى، انت عايزه تحطي تشوكلت شيبس دارك حطي براحتك، مش عايزه هو حلو قوي كده تمام. اجيب بقى القالب بتاعي وانا عاملاها في السيليكون عشان هدخلها الميكرويف تمام كده. واحط من فوق شويه شوكليت شيبس دارك برضو اهو، حاجه بسيطه خالص، وادخلها دقيقتين في دقيقتين. بتطلع زي ما انتم شايفين كده على طول. اقلبها. بصوا بقى الجمال، طبعا سهله ما دهنتهاش اي حاجه. بصوا فيها حتت موز والشوكليت شيبس باين فيها وشكلها تحفه. عايزه تزودي بقى الغنى بتاعها زودي مكسرات، حطي بقى صوص خفيف كده شوكليت، انتي يعني مسيحيها شوكليت خام تحفه بجد. انتي مش هتصدقي ان دي، اولا اللي هياكلها هيقول دي كيكه عاديه، دي براونيز، دي حاجه حلوه قوي، دي جاتوه ميكس كده ما بين التلاتة مع بعض. طعمها حلو قوي بجد، حلوه. وجربي الوصفه دي وسهله وبسيطه وما خدتش حاجه خالص في تحضيرها. واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا ليه.